السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة هانم. سلسلة كتاب نظرية الفستق لفهد عامر الأحمدي. كتاب نظرية الفستق الجزء الثالث، تقنيات الحظ السعيد. استنادا إلى كتاب نظرية الفستق، يذكر الكاتب أن هناك عالما قام بدراسة المحظوظين والحظ، وتوصل إلى أن الحظ عبارة عن حالة ويمكن أن تكتسب وتعلم. أعيد العبارة: الحظ عبارة عن حالة يمكن أن تكتسب وتعلم هذه الحالة استنادا إلى رأي المؤلف من خلال عدة خطوات، وهي مهارات خلق الفرص، التفكير بإيجابية، وعدم تأثر القرارات الحالية بالقرارات السابقة. وبناء على قانون الجذب، يجب أن يوقن المرء أنه محظوظ فعلا. أنصحكم في هذا الإطار بمتابعة سلسلة كتاب السر التي سبق نشرها على قناة هانم، والتي تطرقنا فيها إلى ما يسمى بقانون الجذب. سأضع لكم رابط السلسلة في صندوق الوصف. نعود الآن إلى سلسلة كتاب الفستق، تقنيات الحظ السعيد. الحظ الجيد استنادا إلى الكاتب ما هو إلا مرآة للمواهب الفريدة، كما أن المؤمنين بالحظ ما هم إلا بعض الكسالى الذين يجلسون وينتظرون حظهم. أما المحظوظون فعلا فهم من لا يؤمنون بالحظ، بل يؤمنون بأن النجاح والازدهار يأتيان بالجد في العمل. مجمل هذه النقاط أعتقد أنه وقع طرحها في سلسلة كتاب السر التي وقع نشرها على قناة هانم فيما سبق. على كل حال، هل تؤمنون حقا بأن الحظ يشترى، أو هو ظاهرة نفسية أو حالة نفسية حسب ما يقول كتاب نظرية الفستق؟ شخصيا أعتقد أن المثابرة في العمل مع توفيق الله عز وجل هو الذي يجعل من الإنسان ناجحا، ويجعل له الحظ الوفير في أن يكون سعيدا في حياته. كما أن الرضا بالنعمة والرضا بما آتاه الله عز وجل يجعل الإنسان قادرا على أن يكتسب حظا أوفر في هذه الحياة الدنيا، ويجعل الله عز وجل يوفقه دائما إلى ما هو أحسن. في حين أن التشكي والشكوى من الحالة التي هو فيها، أو أنه فشل في أمر ما، لن يجعله بأي حال من الأحوال يصل إلى النجاح إلا في بعض الحالات الشاذة. لا تترددوا أخوتي في إعطاء آرائكم في التعليقات. هل تؤمنون فعلا بقانون الحظ أو الحالة النفسية التي تسمى حظ؟ وهل هناك تقنيات يمكن للإنسان أن يستغلها حتى يكون إنسانا محظوظا؟ أشكركم مرة أخرى على متابعة الفيديو. نلتقي في الجزء القادم من سلسلة نظرية الفستق تحت عنوان مغالطات يستحسن انتباهك إليها. لا تترددوا في وضع آرائكم في التعليقات، يتبع إن شاء الله. السلام عليكم.